يومك كله بيتسحب منك. صحيت الصبح، نفس الروتين، نفس المكتب، نفس الناس، وكأنك عايش على أوتوماتيك، مش على شعورك ولا اختيارك. يمكن تكون كل يوم بتقول لنفسك ده الطبيعي. الغريب إن كل يوم بتحس إن طاقتك أقل، حماسك أقل، وكأن حياتك بتتكرر. الإحساس ده مش طبيعي، وده أول إنذار لازم تسمعه لنفسك. خليني أحكي لك قصة شخص عادي جدا، ممكن تكون شبهك أكتر مما تتخيل. سامي شاب عادي، مش غني، مش عبقري، بس عايز يعيش يومه. كل يوم يصحى، يروح الشغل، يقضي 9 ساعات، يرجع تعبان. مش تعبان من الشغل نفسه، لكن تعبان من الإحساس إنه محبوس. كل يوم نفس الروتين، نفس التعب النفسي، نفس الملل. بدأ يحس إن حياته ماشية على ريبيت، من غير أي خيار. المشكلة مش في الشغل نفسه، المشكلة في إن دخلك مربوط بمكان وزمن. لو اتأخرت يوم المرتب يقل، لو وقفت يوم الدخل يقف. كل يوم نفس الضغط، نفس الروتين، نفس الشعور بالاختناق. سامي حس إن لو حاول يغير حاجة الدنيا كلها هتقف ضده، وده بيخلي الخوف أقوى من أي فكرة عن التغيير. في ليلة وهو قاعد قدام اللابتوب سأل نفسه: هو لازم أعيش كده طول عمري؟ السؤال ده فتح له باب التفكير الجديد. أول مرة يحس إن عنده اختيار، إن في طريق تاني. سامي بدأ يفهم المشكلة مش الوظيفة، المشكلة إن دخله مربوط بمكان وزمن. بدأ يقرأ عن الناس اللي بتشتغل من البيت، اللي عندها اختيار. أول خطوة يبني دخل جانبي خطوة خطوة وانت ثابت مكانك. بدأ يطبق حاجة صغيرة كل يوم، كل يوم بيحس بفرق. الحرية مش جاية مرة واحدة، الحرية شعور بيتبني تدريجي. الحرية مش قرار مفاجئ، الحرية وعي. أول خطوة مش الاستقالة، أول خطوة إنك تعرف إن في طريق تاني. العمل من البيت مش هروب، ده استعادة السيطرة على حياتك. لو حابب تمشي الطريق ده خطوة بخطوة بدون تهور، كتاب خريطة استقلالك محتوى إلكتروني PDF. لينك التواصل للحصول عليه موجود في الديسكريبشن وموجودة في أول تعليق. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.